حضرتك جالك كسر او جالك شرخ، فالعظمه دي اتكسرت، طب ازاي ترجع تلتحم تاني؟ لان العظم بيكون من 3 طبقات. في طبقه اولى وهي اسمها البيريوستيرم، ودي عامله كده زي الغلاف الخارجي او الجلد اللي بيكون حوالين العظم. دي الطبقه الاولى. الطبقه دي هي بتحمي العظمه وليها وظائف زي ان هي مسؤوله عن انتاج الخلايا اللي مسؤوله عن الكسور. حضرتك جالك كسر او جالك شرخ، فالعظمه دي اتكسرت، طب ازاي ترجع تلتحم تاني؟ اهو عندك الطبقه اللي بتكون بره دي اللي بتبقى مسؤوله عن انتاج خلايا، والخلايا دي بتعمل ايه؟ اصلاح للكسور. نيجي للطبقه اللي بعديها وهي حاجه اسمها كومباكت بون، والطبقه الثانيه دي تعمل عمليه تخزين للمعادن جواها، يعني الشعيرات الدمويه اللي زي كده بتعدي جواها عشان تحط الكالسيوم او ان هي ايه؟ تسحب الكالسيوم لما يقل من مجرى الدم. نيجي لثالث حاجه وهي اخر حاجه، وهو البون مارو او اليلو مارو، اللي هو نخاع العظام. ونخاع العظام ده هو اللي مسؤول عن انتاج كرات الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدمويه. فالعظم اللي عندك ده هو مش مجرد مخزن، هو كمان مصنع، يعني مصنع ان هو يخلي الدوره الدمويه عندك تشتغل بكفاءه اعلى، وكمان جسمك يحارب الامراض عن طريق الوايت بلاد وينتج حاجه اسمها الصفائح الدمويه. طب الصفائح الدمويه دي وظيفتها ايه؟ لما انت تيجي تتعور فتلاقي ان التعويره دي اللي مفتوحه عماله تنزل دم، طب ازاي هتتقفل؟ عن طريق الصفائح الدمويه، ان هي هتروح على الجرح وتبدا ان هي تقفل عشان الجسم يبدا ان هو يعمل عمليه التحام، وده عشان ما يبقاش فيه اي بكتيريا تبدا ان هي تروح للجرح اللي موجود.